السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض فراخ مشوية، وهنعمل بقى رز بسمتي اصفر. بس انا مش عندي الرز البسمتي، انا حبيت ان انا اعملها من الرز البلدي بتاعنا. معايا طماطم ومعايا بصل ومعايا فلفل ومعايا فص ثوم، هحطهم في الخلاط وهضربهم. ومعايا بقى البهارات بتاعتهم، وهحط عليهم قيمة ربع كوباية زيت كمان. وهجيب صينية وافضي فيها الخليط، وبعدين هجيب بقى الفراخ، اقطعها واحطها في الصينية. وما تنسوش يا حبايب قلبي الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا جديد. انا هعمل عندي الفراخ والرز وسلفات الاتنين، هيعملوا بقى الرز بشعرية والخضار، وفراخ تانية بس هيعملها بقى بشوربة. وهننزل كلنا نتغدى مع بعض تحت. نقطعهم كده عشان التتبيله تخش في قلبها من جوه. انا عملت التتبيله ديت من بالليل وحطيتها في التلاجة، وقمت النهارده الصبح حطيتها بقى في الفرن. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه افضل الصلاه والسلام. هنكملهم كلهم تقطيع. وانا عامله كمان شفشق في كمان خليط من ده عشان احطه على الوش من فوق، واحط في قلب الفراخ من جوه. تمام كده. جبت بقى الخليط بقى هفضيه عليهم. انا نسيت اوريكم الفراخ اول ما حطيتها في الفرن، بس انا افتكرت وطلعتها وهصورها لكم هي بعد ما غلت. هي كده بعد ما غلت يا حبايب قلبي. هنحطها بقى في الفرن ما تستوي اوريها لكم. هي كده استوت اهي معانا. هنعمل بقى الرز معانا. هنجيب حلة ونحط فيها قيمة 3 معالق زيت، واحط الكركم مع ورق لورو مع ورق حبهان مع فلفل اسمر. هقلبهم بالسباتيلا شوية اما الزيت يتقدح. تمام كده. اقلبها كمان شوية. هجيب بقى الرز وهقلبهم في بعض. هنفضي بقى الرز عليهم، هنقلبها كويس، وبعدين هجيب المية احطها عليها، واحط بقى ايه الملح بتاعها. نقلبها كويس عشان ايه الكركم يجي في الرز كله، عشان كله ياخد نفس اللون. هنفضي بقى المية. كده الرز استوى معايا. هاخد الرز والفراخ وننزل نتغدى بقى مع الحبايب تحت. كده السفرة بتاعتنا بعد ما خلصنا تجهيزها نتغدى بقى. مع السلامة واشوفكم في فيديو جديد.